وقع في حبه أجمل نجمات السينما، دخل الفن فطرده أبوه من جنة العز. تحية كاريوكا قالت إنه محبش في الدنيا قدها، وصباح قالت اللي ما اتجوزتهوش يبقى ما عرفتش طعم الجواز. وفاته ومكان دفنه لغز محدش قادر يفسره لغاية النهاردة. وسؤال الحلقة: هل اختفى جثمان الدونجوان رشدي أباظة؟ اسمه الحقيقي رشدي سعيد بغدادي أباظة، اتولد سنة 26 في المنصورة. ودلوقتي ممكن بسهولة نعرف سر الحلاوة دي منين، اللي مش بس عشان هو من بلد الحلوين، لا ده كمان والدته إيطالية وكانت ملكة جمال، يعني حلاوة من كله، ليه حق كل الستات تموت فيه. اتولد رشدي أباظة لأب من الأعيان وعيلة كلها ولاد زوات، عيلة الأباظية. وطبعا مش محتاج أقول لكم إن الفن عند الناس اللي زي دي في الوقت ده حاجة عيب وما تصحش وقلة قيمة كمان. المجتمعات دي عموما كانت بتعتبر إن الفن ده شغلة الفقراء والغلابة، حتى المحاكم ما كانتش بتاخد بشهادة المشخصاتية وبتعتبرهم مالهمش لازمة. كل الحاجات دي خلت والد رشدي أباظة أول ما يعرف إنه بقى مشخصاتي يقول له يا العيلة كلها يا التمثيل بتاعك ده. فرشدي قال له ده سؤال يا بابا، التمثيل طبعا. ما الراجل كان ماضي عقد فيلم وقبض 150 جنيه، وده رقم ضخم جدا وقتها ما يعرفش يرجعه. وبيني وبينكم كده هو برضه كان عاوز يكمل في التمثيل، وسط كله شهرة وفلوس وبنات حلوين. تحية كاريوكا هي أول ست اتجوزها في المجال ده، وكانت أكبر منه بيجي 12 سنة. بس طبعا انتوا عارفين الحب ما بيعرفش الكلام ده. لكن ولأن رشدي أباظة دمه بيجري فيه كرات بيضة وحمرة وستات زي فتحي عبد الوهاب في سهر الليالي كده، ما قدرش يكمل في دور الزوج المخلص كتير، وقفشته تحية مع واحدة تانية، ودي كانت ست ما بتهزرش، فاتطلقوا. ورغم ان علاقتهم انتهت بخيانة وتقطيع، لكن تروح الايام وتعدي السنين وتقول تحية بعد وفاته انها ما حبتش في الدنيا حد قده، وان هو كمان ما حبش حد قدها، لدرجة انه كتب على قبره محدش يزورني الا تحية. ده برضه هي اللي بتقول، وحكاية قبره دي هنروح لها كمان شوية. اتجوز رشدي أباظة بعد كده اكتر من مرة، منهم باربرا والدة بنته الوحيدة اسمت، واللي سابت جوزها بتاع أغنية مصطفى يا مصطفى وجت جري وراه عشان تتجوزه. وبعدها اتجوز سامية جمال، وهو متجوز سامية بقى طار على لبنان، وهناك اتجوز صباح لمدة 48 ساعة، وكل واحد منهم راح لحاله. لكن رغم ان صباح اتجوزته يومين بالعدد واتجوزت غيره رجالة بعدد شعر راسها، لكنها بتقول اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة يبقى ما اتجوزتش خالص. الراجل كان دونجوان بصحيح، حتى أهله بيقولوا إنه في الحقيقة شخصيته كانت أقرب للشخصية اللي لعبها في فيلم الزوجة 13 يا وعدي. لكن ولأن مفيش حد بياخد كل حاجة، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويمر رشدي الراجل اللي طول عمره صحته زي الفل ويقدر يشرب المحيط ولا يسكرش بأزمة صحية تقضي عليه، بس على مرحلتين. أول مرة لما جاله شلل في وشه، واكتشفوا بعد كده إنه بسبب ورم في المخ، يسافر بره ويعالج الورم ويرجع مصر يكمل شغله ولا كأن في حاجة. لكن ما يمرش وقت طويل والورم ده يتحول لسرطان في المخ، ومن اللحظة دي عاش رشدي النسخة الأسوأ من حياته. محدش بقى جنبه ولا يسأل عليه إلا زوجته الأخيرة وبنت عمه نبيلة أباظة، اللي قررت إنها توهب الباقي من حياتها ليه، والمخرج علي بدرخان والجميلة نادية لطفي. أما الباقي فكله قالك يلا نفسي، حتى والدته الإيطالية الحلوة اللي اتكلمنا عنها من شوية، لما عرفت إنه خلاص اللي باقيله في الدنيا مش كتير، بدل ما تقعد جنبه تصلي وتدعيله، راحت جري تقوله امضي تنازل عن كل الحاجات اللي أنا كتبتها باسمك. وده كان من أكتر الحاجات اللي أثرت فيه، اللي هو إحنا في إيه ولا في إيه. وبيموت رشدي أباظة بعد صراع قصير جدا مع السرطان، وبيطلب انه يدفن في قبر اشتراه لنفسه في نزلة السمان، المكان اللي كان بيحب يروح يسهر فيه مع اصحابه. لكنه في الوقت نفسه كان بيبني مسجد في العزبة بتاعتهم، واعتبر انها حاجة يتقرب بيها من ربنا ويعوض بيها التقصير الكبير اللي كان عايش فيه طول عمره. عشان كده عيلته اعتبرت ان وجود جثمانه في المسجد ده يكون افضل ليه، وهو اي حد يدخل يصلي او يقرا قرآن يدعيله ويبقى قريب من الصلاة والدعاء طول الوقت. لكن ولأن رشدي شخص مش عادي، مسلمش من الإشاعات لو هو عايش ولو هو ميت، وطلعوا عليه كلام زي إنه اتدفن أكتر من مرة لأن القبر ما كانش عاوز يقبله، وإن جثمانه اختفى ومحدش يعرف له طريق. والكلام ده كله ملهوش أي أساس من الصحة، نفته أكتر من مرة أخته الصغيرة وبنته الوحيدة اسمت. وآدي يا سيدي أصل الحكاية من غير لف ودوران.